المرحلة الثانوية ليست مجرد كتب واختبارات، إنها مرحلة قرارات. قرارات يبنى عليه مستقبل، وقرار يصنع به ندم. سالم يا صديقي، لك ساعات تذاكر، ما تعبت؟ تعبان، بس متأكد أن التعب هذا له ثمن يا صديقي. المرحلة ما راح تنعاد. فعلا، واللي يصبر اليوم يرتاح سنين قدام. فهد، ناظر نفسية دي تحسهم بيحضرون دكتوراه. وش هالجو، دراسة. خلوا عنكم الكتب، تعالوا ونغير جو. اي والله صادق، ليش كل ذا الهم والقلق؟ اختبارات باقي عليها وقت كثير. بس الوقت ما يوقف لحد. يا شيخ أنا لما كبرتها تراك الحياة مو درجات بس، الحياة فلة وناسة. فادخلت النفسية دي اللي يعطينا الموضوع أكبر من حجمه. صدق يا مازن، أحيانا أحس إني حرمت نفسي من أشياء كثيرة أتمتع فيها. مو حرمان يا خوي، بس هذا اختيار. تبغى فرحة مؤقتة ولا فرحة تدوم؟ أعرف هذا الكلام، بس إني أخاف بأتعب بالأخير ما أوصل. إن شاء الله بتوصل، ولكل مجتهد نصيب، واللي يجتهد عمره ما يخسر حتى لو يتأخر. في مثل سمعت يقول: أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. وفي آية قرآنية تقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وش الفايدة من كل هالتعب يا رجال؟ خلى حياتها أهم شيء. تبي الصدق يا راكان؟ أحيانا أقلق، بس أقول بكرة. يا رجال لا تفكر كثير، الراحة أهم، الفلة أهم. فله وربك يحلها. أقول لا تنسى موعد الليلة مع الشلة، عندنا سهر صباحي. ولا تشيل هم، راح أعطيك اليوم شيء غير يخليك تطيب الهوا وينسيك كل همومك. لا ما عليك، ما راح أنسى، لا تشيل هم. وجاء موعد الاختبارات، فالمجتهد يعلو ويسطع نجما، والمهمل يواجه نتيجة تقصيره. فلتكن عزيمتكم صافية وجهودكم حقيقية، فالنجاح لمن استعد، والتفوق لمن اجتهد. باقي أيام قليلة يا سالم، شد حيلك، ترى الاختبارات ما بقى عليها شيء. والله سويت اللي أقدر عليه، متوكل على الله، بإذن الله أجيب درجات عالية. راكان، وش ذا المنهج مرة كبير؟ ليش ما حسيت إلا الآن؟ يا رجال لا تشيل هم، كلها درجات. الدرجات أصلا وش راح تسوي؟ يا الله، والحين وش أسوي؟ ليتني سمعت الكلام من بدري. يا ربي عقلي مشتت، مو قادر أركز على شيء. أروح أنام وربنا بيسرها بكرة في الاختبار. وها قد ظهرت نتائج الاختبارات، فتهانينا للمجتهد، فقد أثمرت جهوده وسطر اسمه بين المتفوقين. أما المهمل فليتذكر أن التقصير لا يغفره الزمن، وأن فرص النجاح لن تهدى إلا لمن اجتهد واستعد. فلتكن هذه النتائج درسا لكل منا، فتزداد عزيمتنا ونرتقي بعلمنا وأفعالنا. وجاء اليوم الذي لا ينفع فيه العذر. الطالب سالم حصد المركز الأول، بينما الطالب فهد لم يحقق الحد المطلوب. الحمد لله، أنا من أوائل المدرسة وحصدت أعلى الدرجات والمراتب. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. تعبك يتكلم عنك يا سالم، ولكل مجتهد نصيب. الحمد لله والشكر، فعلا لكل مجتهد نصيب. كيف حدث هذا؟ كيف رسبت وفشلت؟ كنت أعلم أن الاختبارات مهمة، ومع ذلك أهملت نفسي أولا. يا فهد، ألا ترى أن التقصير يدفع الثمن؟ كان بإمكانك أن تجتهد، أن تدرس بجد، أن تثبت نفسك، والآن هذه النتيجة، مرآة لا تكذب. كنت أظن الوقت كثير،
لكنه انتهى. ومرت الأيام ودارت سنوات الدراسة الجامعية. سالم اختار الطريق الصعب فتخرج، ثم التحق بوظيفة مرموقة. أصبح عضوا نافعا في مجتمعه، محترما بين الناس. أما فهد فضيع الفرص وتبع الإهمال، وانجرف خلف عادات سيئة أفقدته استقراره وثقته بنفسه. ما كنت أذكى من غيري، لكني التزمت وثابرت واجتهدت، فكرمني الله ووفقني. تعرفون وش أكثر شيء يؤلم؟ إني كنت أعرف الصح واخترت الغلط. كنت أقول بكرة وبكرة ما جاء. هربت من التعب ووقعت في تعب أكبر. خسرت دراستي وخسرت ثقتي بنفسي، خسرت ناس كانوا يحترموني. مشيت مع رفقة سيئة ضحكوا معي كثيرا، لكن أول ما تعثرت اختفوا جميعا. اليوم أشوف غيري ناجح وأنا أحاسب نفسي على كل فرصة استهنت فيها. ما كنت أقل ذكاء، كنت أقل التزاما، كنت أقل اجتهادا، كنت أقل كفاحا ومثابرة، والآن ضعت وأضعت مستقبلي. يا أسفا على نفسي، يا أسفا على نفسي، يا أسفا على نفسي. هذان طريقان، طريق الخير والاجتهاد، وطريق الإهمال والكسل. الأول متعب في أوله، مشرف في آخره. والثاني سهل في بدايته ومؤلم في نهايته. اختيارك اليوم هو حياتك غدا. اجتهد، لأن الكرامة في نهاية الطريق. واحذر الإهمال، فهو لا يدمر فجأة، بل يسرقك من نفسك خطوة فخطوة. أنت اليوم أمام طريقين، فاختر أيهما تحب أن تقف عند نهايته. فهمت، ولكن بعد فوات الأوان. فهمت أن مرحلة الثانوية تصنع المستقبل. فهمت أن الصديق إما يقودك للنجاح أو للندم. فهمت أن التسويف أخطر من الفشل. فهمت أن طريق الخير صعب لكنه آمن، وطريق الشر سهل لكنه مدمر، وطريق الشر سهل لكنه مدمر.